مرحبا. إعلامي الثورة وهو مدعي الثورة ومهاجم الثورة سابقا، ولكنه صاحب المقولة الشهيرة أو السؤال الشهير: هل تؤيد إبادة العلويين؟ هل تؤيد سحق العلويين وإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ تذكروا هذا الكلام؟ تمام. الآن هذا الشخص، هذا الكائن يتألم. لماذا؟ لأن جريمة وقعت في مدينته على أبناء مدينته وطائفته، فبات كلامه الآن لابد من تعليق مشانق هؤلاء المجرمين في ساحة المرجع عاجلا وليس آجلا، عاجلا وليس آجلا. حديثه عن العلويين في الماضي لا يقتصر فقط على أيام بشار الأسد، حتى بعد سقوط بشار الأسد وفي مجازر آذار 2025 اعتبر أن كل من قتل هم فلول. عودوا إلى صفحته. الدكتور بين قوسين فيصل القاسم، عودوا إلى صفحته واقرأوا. حتى المرأة التي قتلت، حتى الطفل، حتى المرأة التي فجعت ب3 أبناء، أم أيمن صاحبة الكلمة الشهيرة فشرته، سخر منها وأيد الأفعال التي قام بها القتلة. تتذكرون هذا جيدا. الآن انقلب السحر على الساحر، ووقعت جريمة مجزرة في المشفى الوطني في السويداء، فاستدعت كل الإنسانية لديه، واختلف تعاطيه مع الموقف عما كان عليه في الماضي. الآن أصبح هناك مجرمون، وأصبح هناك ضحايا وشهداء، وأيضا أصبح في الرجل يعني نوازع إنسانية وغريزة إنسانية وحكمة وعقل وما إلى هنالك من أشياء كانت مغيبة عنه، وكانت كمياتها محدودة في الماضي، أيام كان القتل يطال العلويين فقط، أيام بشار الأسد وما بعد بشار الأسد. يعني نختلف نتفق، ولكن هناك شخصيات لا يمكن الاختلاف عليها إطلاقا. يعني لدينا تجربتان بعد أحداث السويداء: فيصل قاسم وماهر شرف الدين. يعني واحد بشكل صريح راح ضد الحكومة بعد أن قابل رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قبل شهور، وأعلن بعد لقائه معه بأن الأمور في سوريا ذاهبة إلى دولة حضارية. تتذكرون ذلك أيضا. ولدينا فيصل القاسم الذي ما زال حتى اللحظة يضع قدما هنا وقدما هناك، ما زال حتى الآن لا يكفر الحكومة، لا يخطئ الحكومة، لا يذهب ضد الحكومة، ولكن كأنه يحمي يسخن قبل الانطلاق إلى المعسكر الآخر، وهو صاحب برنامج مهم، ولكن من سوء حظه أن القناة التي يعمل لها الجزيرة تتبع لدولة قطر الداعمة للحكومة. لذلك هو مكبل الآن، لا هو قادر أن يهاجم الحكومة، ولا هو قادر أن يهاجم شخصيات بعينها، ولا هو قادر على الخروج في برنامجه بحلقة خاصة عن ضحايا السويداء. قلناها بعد مجازر آذار: سيشرب من نفس الكأس كل من سقانا من هذا الكأس، وكل من شمت بنا، ونحن في هذا الظرف، وأطفالنا في هذا الظرف، وعواجزنا في هذا الظرف. والآن الحلقة الأولى تتحقق، لسنا شامتين بكل تأكيد، لا نشمت به هو، ولكن من حقنا أن نذكر أن الإنسانية لا تتجزأ، لا يتلاعب بها إطلاقا. الإنسانية واحدة، إما أن تكون أو لا تكون، إما أن ترفض قتل الجميع أو توافق على قتل الجميع وتكون من فئة الحيوانات. هذه يعني نظرية عمومية للجميع دون استثناء، ليست له على وجه الخصوص، لا إطلاقا. بكل الأحوال أعتقد بأن كثيرين سيراجعون أنفسهم عما كانوا يقولونه بعد مجازر الساحل في آذار الماضي. كثيرون، أعتقد بعضهم حتى في شمال شرقي سوريا، في دير الزور مثلا، في الرقة، قرأنا الكثير، تعلمنا كثيرا. الآن فيصل القاسم وغير هؤلاء حتى في المدن الداخلية، أعتقد بأن كثيرين مدعوون الآن لمراجعة النفس والوقفة مع الذات لدقيقة واحدة فقط. كيف كنت تستسهل دم طائفة معينة، والآن يصل الدم إلى طائفتك. الدروز إخوتنا، نرفع رؤوسنا بالدروز
نعلي من شأنهم ومقامهم ونعرف المودة التي يكنونها لنا. الأكراد كذلك، السنة كذلك، المسيحيون في الدرجة الأولى في هذا البلد، وهذه حقيقة. لكن حين نتحدث عن شخص لا نعمم، مثل ما تم التعميم على طائفتنا من خلال شيخ هنا أو مثقف هناك أو بوق إعلامي في مكان ثالث وما إلى هنالك، إطلاقا لا نعمم، مثل ما عمم علينا قبل آذار وفي آذار. بكل الأحوال الرحمة للشهداء، المستشفى الوطني في السويداء، والقصاص من المجرمين أيا يكونوا، وعلى وجه السرعة كما قال، عاجلا وليس آجلا. نعم نطلبها من الباب الإنساني والأخلاقي والوطني، هو يطلبها من باب ضيق جدا، ضيق جدا. لماذا؟ لأنه استسهل قتل آخرين بطرق أبشع بكثير من الطريقة التي استنكرها في المشفى الوطني في السويداء. الرحمة للجميع، السلام لسوريا والسلام للشرفاء.